شاعرنا فهد السمدان قبل الأذان ودنا نسمع منه مشاركة. القصيد واجد يا أبو عبد العزيز، لكن أبعطيكم قصيدة. اسلم. لها قصة إن كان الوقت يسمح. تفضل تفضل. تفضل. أحسن شيء اللي قصيدة وقص تنحب. جينا في مجلس وكلام ذا قديم، معي خليك معي. قصايد وعلوم زينة. المهم الأيام ذيك كان ما فيه إلا الجوالات، ما بعد فيه واتساب. إيه ما بعد فيه واتسابات ولا بعد فيه. فتخبرون الجوال ذاك النوكيا اللي لما بعض الرسائل يجيك جزء من النص مفقود. وش قد عبت فينا. يوم خذت له والله أنا جايني بيت شعر اللي يقول لو هنيك يا فهد وهنياه ما حد كل في زماني حدان. رقم دقيت عليه. اسلم. يوم دقيت عليه لا والله ما رد. قلت مشغول. المهم خذت لي يومين أو ثلاثة أو أربعة وأنا أدق على ذا الرقم. أبي أعرف ذا الرجال اللي مرسل لي، ذا الشخص اللي مرسل لي ذا الأبيات. ما رد. دقيت عليه في أوقات مختلفة، دريت أنه ما يبي يرد. أرسلت له رسالة يا أخوي من أنت ولا. بعدين هو ظاهر رسالته عليه ظرف، قل له واهنيك يا فهد واهنياه ما حد كل في زماني حدان. اي جاين عليه ظرف. المهم جلس، دريت انه ما هو براد علي وانه متحرص. الجوالات من اول الشرايح يبيعونها الهنود في البقالات على 15 ريال، ما بعد فيها ضابط مثل هالحين برقام. اي واروح واجيب ذيك البقاله واخذ من هذيك الشريحه بعد شهرين. سكت شهرين كامله ما تحركت. يوم جاء بعد شهرين وانا اشتري لي شريحه وازهم عليه، ابيه يسج، ابيه يقطع انه خلاص. المهم يوم كلمت له والله حرمه، دريت انها بتسكر لما سمعت صوتي. نعم. قلت انا بن سمدان وبعدين اللي عنده ذيك الايام معرفته في الاتصالات يعيش ملك. اللي عنده معرفة رفيق له في الاتصالات يعلمك بالرقم ذا من هو. قلت انا تراني بن سمدان ولا تسكرين، ترى تنسكرتي عرفنا رقمك، عرفنا من يتصل عليك، اخوي في الاتصالات. انا والله لا عندي اخوي في الاتصالات ولا، بس ابيها ما تسكر. تهديد. بيض الله وجهك. قلت لا والله يوم ما سكرت. قلت انت ارسلتي لي بيت شعر ذا الحين علميني وش ظرفت، سنتي علت مصيبته ولا نقدر نفزع في شيء. قالت يا ابن الحلال استر ما واجهت والله ما غير كذا. تعرف الشاعرة ثريها شاعرة سمعت قصيدي ما ادري نقل لها ما ادري وارسلت البيت وتحسفت. هم يوم ارسلته ويمكن انها متضايقه، يمكن عندها ظرف وانتهى. لكن الشاعر انتم تعرفون الشاعر سواء ذكر ولا انثى يحرك اي موقف. الموقف. اي دارت انا تبي شيء قالت لا مع السلامه مع السلامه. هيضتني اقول يا سلام. اثر البنادم ما يرى كون ما جاه. يا سلام. اذا الحين تقول له وهنيك يا فهد وهنياه ما حد كل في زماني حداني. فاقول اثر البنادم ما يرى كون ما جاه ولا شوف في اللي جاه مخلوق ثاني. وش التهاني فيه يا ناعم شفاه غرائب الازمان بعض التهاني. ما تشوف وقتي كيف فيني سواياه، ما تشوف حالي يا رهيف الثماني. ارفق من حمله على الناس يكناه اللي يبغى يقوم للحيل. واني ورشاه مومه قاطع سير علباه يقتقفي وتقبل به اجمال السواني. من شافني يقول يا ناس مهناه ما يدري اني شاقين في زماني. الله اكبر. من شافني بيقول يا ناس مهناه ما يدري اني شاقين في زماني. اضحك وكن اللي لجا من بلاياه واعطي جليسي من حلاوي لساني واخفي على الشمات باقي خفاياه من خوفة يفرح عدو نمداني وهجوس مكنون الحشا. ما شريناه لكنه المذهوب سام وشراني يا داعج العينين. والله لو ان حملي فوق متنك ثواني انك فلا تغبط مليكا بدنياه وتظن كل الكون مرتاح هاني. ولا انت همك زينتك ما تعداه تفرح من زينك تميز وباني سمح المحية في المراية تحلاه وقذيتك يفرح بها المطرباني. سلامتك. الله يسعدك. بيض الله وجهك.